وفي صحيح مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن سنن الهدى، ولو أنكم كنتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني مش قادر يمشي مش قادر يقف، واحد بيسنده من على اليمين واحد بالتاني بيسنده على الشمال، يهادى بين الرجلين حتى يقام، شايف كلمة يقام، يوقفوه في الصف من أجل أن يصلي الجماعة. أنت بقى مش عايز تصلي الجماعة ليه؟ يا مولانا خايف يجي جون، يجي جون، أصل الماتش شغال وخايف يجي جون وأنا بصلي ما يشوفوش ده يفوت نمري. لا يا حبيبي ما تخافش، قوم صلي، ما ينفعش. وانت ما بتقومش تصلي ليه في وقتها؟ لا انا خايف المسلسل يخلص والفوازير. ما ينفعش. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن في اعذار شرعية، في اعذار شرعية اخرى تمنعك عن صلاة الجماعة حتى ولو لم تكن اعمى. الله، واللي شرعها النبي برضه صلى الله عليه وسلم، في اعذار شرعية حتى ولو لم تكن اعمى تمنعك من صلاة الجماعة. رجل مريض لا يستطيع أن ينزل إلى بيت الله، صلي في البيت، ما فيش حرج عليك أبدا. طيب رجل وضع الطعام هو جعان وأقيمت الصلاة في المسجد، لا كل إذا حضر العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء. يا سلام، عشان تاكل ما تصليش وانت منشغل، ما تصليش شغل. الله يرحمه الشيخ كشكنا سيغفر لنا ولا. سمعت منه بيقول لك واحد واقف يعني مشغول والست ما شاء الله عامله له تفتح وحاجه، وبعدين قال لها هات السجاده اما اخطف الظهر، اصل العصر هيأذن، اخطف الظهر 4 ركعات. هو اللي حطت له السجاده قدام الطبليه، يعني بقت الكعبه بتاعته او القبله، والسمك محطوط والرز ريحته يعني مفحفحه ما شاء الله. فوقف بقى ايه وهو واقف يصلي، دخلت قطة، يا خبر ابيض، قطة مع السمك دي مصيبة. وطبعا الست بره مشكلة وراجل بيصلي، طب يعمل ايه؟ ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال له طب بس انت يا اخويا من الصلاة انت هتعمل فيها قرموط. ان الله وانا اليه راجعون.